يا فرحة أبلة زازة فيا. عارف الكبسة الخليجي؟ كبسة رز ولحمة. كل جمهور الأهلي خد حتة كبسة، يعني قلعة ولابسة، يعني ملهاش حل. يعني هيطلع علينا دلوقتي بعد قرارات الكاف، وإن قال لك إن الموضوع لسه بيدرس. يعني معنى كده إنه تم رفضه هذا العام. بس أعتقد إنه هيبقى موضع دراسة لغاية العام المقبل إن شاء الله. يكون بقى الزمالك يستفيد بهذا المكان، أو العضو الثالث ده لو جاب ثالث الدوري أصلا. وأنا إن شاء الله أتحداهم لو ما يجيبوا خامس الدوري أو سادس الدوري، إن شاء الله يقعدوا في المنطقة الدافية إن شاء الله. فبعد هذا القرار، أو مش القرار، أو اللي ما طلعش، طلع علينا حاجات من البلاعات بتمشي، بتحتاج مبيد وبودرة وعجينة. عارفين العجينة؟ وطلع علينا الهجاصين واللي مش صادقين كدابين، وطلع علينا الحشاشين، وطلع علينا بتوع البندو، وطلع علينا كل الأصناف الصفرة واللي مش صفرة والحقدة والغلوية. يا جماعة أقسم بالله العظيم الأهلي هيشرف الكونفدرالية، هيعمل لها سعر، وهتشوفوا إن الإعلانات على الكونفدرالية هتبقى أكتر من أبطال الدوري. لأن أصلا يعني المعلن ما بيحبش المساخيط، بيحب أصحاب المساخيط، اللي هو صاحب التمثال. عارف المسخوط؟ أنت مسخوط، إنما إحنا أصحاب المساخيط. إحنا بابا الشغلانة، إحنا اللي بنعمل يعني للأشياء اللي ملهاش لازمة أو الحقيرة بنعمل لها قيمة. يعني حتى لما بنرد على الناس دي الغلوية، بعيدا عن الناس المحترمين، احنا بنعمل لهم سعر. هو مفروض علاج الندل اجتنابه، مش اجتماعه، يحرم علينا اجتماعه. فكون ان الاهلي هيلعب في الكونفدرالية ده لعيب ولا حرام. هنعتبره ان ده بروفا او مباراة ودية للدوري العام كاس مصر. والسياسة اللي هيتبعها الاهلي انه عنده على الاقل فريقين ثلاثة، يعني اشترك بده في الكاس، واشترك ده في السوبر، واشترك ده في الكونفدرالية، واشترك ده في الدوري. ولو في دورة ودية تبع شركة ايديال بتاع ثلاجات، الاهلي هيروحها. ان دي السياسة الجديدة، الاهلي لن يترك كبيرة ولا صغيرة الا ان اشترك فيها. خير ربنا كتير، وعندنا فلوس بالزوفة وبالدولارز، وعندنا لعيبة اجانب كتير. الحمد لله ما عندناش ايقاف قيد ولا ايقاف حيط. ده لو اصلا الزمالك خد الرخصه اساسا. يعني ممكن بعد الزيطه والزمبريطه دي يجي من بعيد رابع الدوري يروح كونفدراليه، والاهلي برضه يروح ابطال الدوري ان شاء الله. يعني مش بعيد يعني ايه يحصل كده عمى الوان او عمى قلوب، او ضعف ايرادات، او محدش هيساعد. يعني هشام نصر طلع قال لك احنا اهالينا مخصمانه ما طبعا تخاصمه. بيقول لك صرفنا على النادي 600 مليون جنيه. ايه الفلوس دي جابوها منين دول الناس دي؟ على مستوى الافراد، بيزنس مان ولا بيزنس مش فاهم. يعني صرف على النادي 600 مليون، فين ال 600 مليون دول؟ الناس دي لازم يعني ناس تتحاسب على الفلوس دي. يعني منين جابوها ومنين صرفوها ومين اللي خدها؟ يعني في اي وعاء اتصرفت؟ يعني انا صراحه مش فاهم اي حاجه خالص، الا ان الاهلي
خد بومبا في حكايه الكاف دي، بومبا جامده جدا جدا جدا. وعم عشم بيبقى رخم قوي. يعني انا يعني مبدئيا في الحياه، عم عشم مات والعزا يوم التلات، واللي يصعب عليك يفقر امك وابوك. فمش عايزين نتعشم ولا في كاف ولا في ميم ولا في سين، عايزين نتعشم في كاف ونون. سبحان من كان امره بين الكاف والنون، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. سلام. سلام يا بتوع البلاعات. نقفل يعني.